ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده يوم جديد وهنعمل فراخ الكنتاكي بطريقه سهله جدا وبسيطه، او فراخ الكاري زي ما تسموها. بجد تحفه قوي 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 قوي، وابسط من كده مفيش. كل حشواتها وكل حاجه. وعملنا الكايزر ده مع بعض في الفيديو اللي قبل ده. لو ما شفتهوش هحطلكوا اللينك تحت في التعليقات. لو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لنا لايك قمر زيكم كده، وشجعونا تحت في التعليقات اللي احنا نستمر او لا. معانا مقادير ايه؟ الفراخ بتاعتي انا سلقتها اهي، سلقتها بالشكل ده علشان كنت جايباها فراخ امهات كبيره. ومعايا كوبايه لبن او حليب على حسب ما بتسموه، كوبايه شوربه الخلاصه بتاعت الفراخ، والطماطم بشر طماطمايه، معلقتين خل كبار، 3 معالق عصير ليمون. التوابل بتاعتنا مهمة طبعا جدا. معانا معلقة كبيرة مرقة دجاج، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة كاري، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة ملح ليمون مهم جدا في التتبيلات، ومعلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة سكر، ومعلقة صغيرة قرفة، ورشة زعتر. يلا بينا بقى ننزل بقى باللبن بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما عندكيش لبن ممكن تحطي زبادي. ننزل بالشوربه، هننزل بمعلقتين الخل الكبار، معلقتين عصير ليمون، 3 معالق كبار سوري، وبشر طماطمايه. التوابل بتاعتنا هنقلبهم بايدينا قوي كده. هنسيبهم بقى في التتبيله ديت حوالي ساعتين. انت لو مستعجله اعملها على طول. هنسيبهم بقى في التتبيله حوالي ربع ساعه، او ممكن ساعتين، ممكن يوم كامل على حسب. لو مستعجله كملي على طول. دلوقتي بقى هروح اتبلها، هروح اسيبها قصدي في التتبيله. دلوقتي بعد ما عدت ربع ساعه في التتبيله، هناخد الصوص بتاعها ده ونحطه في حاجه غويطه بالشكل ده. دلوقتي معانا 3 كوبايتين دقيق، كوبايه فيجيتار. لو ما عندكيش فيجيتار يكفي الدقيق بس. ومعانا نص كوبايه نشا، ومعايا رشه كمون ورشه كاري او كركم على حسب الموجود عندك، ومعايا رشه فلفل اسود ورشه ملح، فلفل ابيض برضو لو عندك، الاتنين حلوين قوي ممتازين. ورشة ايه تاني؟ اللهم صل على النبي، رشة بهارات فراخ. يلا بينا بقى. جبنا طبق كبير كده ننزل فيه الدقيق، ننزل فيه النشا. ممكن تستبدلي النشا ببيكنج باودر. ننزل الفيجيتار بتاعنا، وننزل التوابل، واحنا حطينا الدريسنج بتاعنا، التتبيله بتاعتنا اللي كانت في الفراخ حطيناها في طبق برضو غويط، وهنحط عليها بيضايه واحده بس. أنا دلوقتي حطيت عليها البيضايه اهو، مش عارفه ظهرلكوا ولا لا. ننزل بقى بالجناحات هنا وهنا. انت لو عندك فراخ، عندك مثلا وراك، عندك صدور، عندك عايزه تعمليها بنفس الطريقه، هي نفس المكونات. دلوقتي اهو ننزل بالشكل ده، هنرجع ننزلها في التتبيله بتاعتها.
تفضلي منكوشي فيها كده علشان بصي عشان تبقى ايه منكوشه. اوريكي برضو تعمليها ازاي. عايزه اعملي كده بصي. ايوه خلص بقى الكميه بتاعتي كلها. هنعمل 3 بالطريقه ديت، هنعمل بقى الباقي بطريقه تانية خالص، بس طريقه جميله جدا. انا بوريكم اللي انتوا ممكن بحط لكم بدايل. يعني انت مثلا مش قادره تعملي الوصفه دي اعملي التانية، مش قادره تعملي الطريقه دي اعملي اللي بعدها، وهكذا. دلوقتي بقى الطريقه التانية عباره عن ايه؟ هننزل كله على بعضه. دي اسهل بصراحه واجمل في نفس الوقت، مريحه جدا. نزود بقى ميه. بص القوام بتاعها بقى جميل ازاي. ننزل بقى بالجناحات بتاعتنا. انا معايا طاسه على النار فيها زيت غزير، اهم حاجه يكون زيت غزير، وبالذات لو انتي مش سلقاها يبقى لازم زيت غزير. لو انتي مش في مقدرتك اللي انتي تعملي زيت غزير، ممكن يعني تصغري الطاسه شويه والدنيا هتبقى معاكي تمام. هعملهم بقى كلهم كده. معايا الزيت على النار اهو اتقدح. عرفت اتقدح ولا لا؟ ايوه. اهم حاجه يكون الزيت سخن سخن قوي. لسه قدامي شويه صغيرين. ننزل بقى بجد ريحه جميله قوي. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اول ما ياخدوا اللون الدهبي كده مع بعض بجد الريحه بتاعتها جميله قوي 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 قوي. خلصت الفراخ القمر بتاعتي. بصي الجمال بجد تحفه تحفه تحفه، ولا تقوليلي كنتاكي ولا اي حاجه. اعمليها في البيت تكون مضمونه وجميله. والكايزر الجميل ده انا عملته برضو، الفيديو بتاعه هسيبهولكوا تحت اللينك، هسيبهولكوا تحت اللينك بتاع الفيديو. بجد تحفه تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.